واحد صاحب شركة كان فرحان جدا لأن عميل جديد اشترى صفقة كبيرة. الفريق كله احتفل، لكن للأسف العميل ده مرجعش يشتري تاني. لما بدأوا يدوروا على السبب اللي خلى العميل ده ما يرجعش تاني، اكتشفوا ان سعر المنتج مناسب والمنتج نفسه ممتاز، حتى عملية البيع تمت بشكل احترافي. لكن بعد عملية البيع العميل كان عنده سؤال صغير، فاتصل على الشركة محدش رد، بعت لهم رسالة محدش اهتم، فالعميل وصلته رسالة غير مكتوبة بتقول احنا كنا مهتمين بيك قبل ما تدفع، لكن بعد ما دفعت الموضوع انتهى. العميل اضطر يشتغل مع المنافس ويشتري منه، مش علشان خاطر هو الأرخص، ولكن علشان لقى عنده اهتمام. نصيحتي ليك، مفيش عميل أبدا هيقرر إذا كان يكمل معاك أو لا وقت ما بيشتري، إنما بعد ما بيشتري بيقرر إذا كان ينفع يكمل معاك أو يروح للمنافس. البيع ممكن يجيب لك العميل مرة، إنما خدمة ما بعد البيع هتجيب لك العميل مرة واثنين وثلاثة. أنا دكتور شريف العزب، وافتكر فكرة واحدة صح ممكن تغير كل حاجة.